ازيكم حبايب قلبي، تعالوا بقى نعمل. لو انت لسه بتقلي البتنجان وتحمريه في الزيت، تعالى اقولك على طريقه حلوه قوي وهتدعيلي. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بجيب البتنجان بقى العروس، سواء اسمر او الابيض، اي نوع عندك انت عايزه تخلليه. مش هنبتدي بقى نعمل بقى بزيت وحاجات وكوليسترول والحاجات دي، لا احنا هنعمله بطريقه حلوه قوي وهتناسبك جدا وهتعجبك جدا جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. التتبيله بتاعتنا، هجيب بقى فلفل رومي، قرن فلفل رومي كده، وقرن فلفل احمر، وقرن فلفل حراق لو بتحبي الحاجه الحراقه، لو ما بتحبيش خلاص. بس هي بتديله ايه تيست كده. فانا جبت قرنين من الفلفل الرومي، وقرن فلفل حراق، وقرن فلفل حامي. وكمان هجيب هنا هو بقدونس، وممكن كزبره كمان، يعني بالكزبره هتبقى حلوه قوي. هتجيبي حزمه بقدونس وتحطيها في الكبه، تقطعيها وتحطها في الكبه. بعد كده هنحط بقى ايه، معلقه كبيره من الثوم المفروم. ايوه، معلقه كبيره من الثوم المفروم كده تبقى ماليه مركزها. وتجيبي كمان معلقه كبيره من الهريسه الحمراء، او الفلفله الحمراء. تمام. ولو احنا بقى كنا مخزنين اللي هو الفلفل بالثوم، ممكن تحطي. وهبتدي احط الملح بتاعي، واحط الكمون، معلقه من الكمون صغيره، معلقه من الصغيره من الملح، معلقه من الكزبره الناشفه المطحونه. وكمان هنحط عصير ليمونتين كده 3، نعصرهم عليها ونحطهم ونضربهم في الكبة لحد لما ينعموا معانا قوي قوي ويبقوا ناعمين، عشان دي اللي هتبقى الحشوة بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها البتنجان، زي البتنجان المخلل اللي بنعمله اللي هو المقلي، بس احنا مش هنقليه، نعمله بطريقة حلوة قوي قوي هتعجبكم جدا جدا. هبتدي بقى ان انا ايه افرمهم فرم ناعم، واول بقى ما اتاكد كده من الفرم بتاعهم ان هم ناعموا قوي معايا، هنزل الجناب اللي في الكبة واعيد تاني فرمهم، عشان انا مش عايزة فيها اي قطع، انا عايزاها كله مفروم والطعم ايه اندمج مع بعض. هنا حسيت انها محتاجة معلقة كده تاني او نص معلقة من الفلفلة الحمراء او الهريسة الحمراء، فزودتها. انا بحبها قوي قوي في المخللات، وكمان بحبها في السمك، بتدي لون حلو كده وكلها منعشة كده. ها خلاص فرمتها زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا انزلها في البولة بتاعتي، وهبتدي احط معاها معلقة من الزيت عشان تديني لمعة للخلطة بتاعتي كده، وهي بتتحط في البتنجان تبقى بتلمع كده. تمام. هبتدي اجيب بقى طماطمتين وابتدي ان انا اقطعهم. انا حبيت ازود الملح، لازم تدوقي الملح وتشوفيه، يعني انت محتاجه ملح ولا لا. لو محتاج حطي، لان ده مخلل، يعني ده بتنجان مخلل. هحط عليها طماطمتين كده، هقطعهم تقطيعه صغيره، اللي هي تقطيعه السلطه يعني، وكده هنقطعها عليها عشان هتبقى مع الحشوه اللي في البتنجان، بتديها طعم حلو قوي، وتبقى كمان لونها حلو وطعمها كمان احلى. تمام كده. ادي معلقه الزيت اللي انا قلت لكم عليها. خلاص هقلب التتبيله بقى بتاعتي، وابتدي ان انا احشي البتنجان بتاعي. طبعا البتنجان بتاعي انا مفتحاه بس مش مخلصاه لحد تحت، زي ما بنفتحه كده للبتنجان اللي احنا بنحمره او نسلقه. هبتدي ان انا احشيها بقى، احط الحشو كميه كتيره كده فيها، وما تقلقيش خالص من الكميه، لان احنا كمان مش مزودين فيها الملح قوي، يعني يا دوبك مظبوط. وهبتدي احط الحشو بتاعها وارصها جنب بعض كده، وعلى قد بقى الطلب اللي انت عايزاه، يعني كتير قليل دي حاجه ترجع لك انت. انا حبيت اعملها كده دقيقه صغيره كده في الطاسه بتاعتي. وهبتدي احط بقى معاها نص كوبايه من الميه عادي من الحنفية، نص كوباية من المية، واحطها على النار لحد لما تغلي كده غلوتين، وابتدي ان انا اوطي عليها النار. يعني انا هجيب نص كوباية كده من المية واحطها. ونسيت ان احنا نحط معلقتين من الزيت، معلقتين من الزيت كده فوق الوش عشان تديله ايه لمعة. بس هما دولت اللي احنا هنحمر فيهم البتنجان، معلقتين من الزيت. هبتدي ان انا اقفلهم بورق فويل، او لو عندك الغطا حط الغطا بحيث ان هو يبقى محكم الغلق فيها. واحطها على النار عالية الاول لحد لما تغلي كده، وبعد كده هوطي النار خالص لحد لما تبتدي انها تشرب كل السوائل اللي فيها. مش هنزود، وتلاقي كده تجسي كده البتنجانة تلاقيها طريت خالص معاكي. في الوقت دوت تحطيها تحت الشواية 5 دقايق بس، تاخد وش وهتطلع معاكي احلى بتنجان مخلل، ولا بقى فيه زيت ولا حرقان في الصدر ولا كمان كوليسترول، خفيف وجميل وطعمه طعم قوي قوي قوي، وهيعجبكم ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك.